صباح الخير عليكم، ورجعت لكم بحوار جديد من النرويج إلى مصر. والحوار اللي أنا راجعة بيه النهاردة هيكون عن الشغالات. وهتكلم الأول عن النرويج. عندنا هنا في النرويج آه تقريبا يعني الأغلبية مفيش حاجة اسمها ان هما يبقى عندهم شغالة. كل واحد بيعمل حاجته بنفسه في البيت، ولو محتاجين مساعدة مع الأولاد بيسألوا أهلهم، لو أهلهم ينفع يساعدوهم أوكي، ما ينفعش خلاص. لكن لو اتكلمنا عن الأكل والشرب والتنظيف وعمايل الجنينة وكل حاجة في البيت هما اللي بيعملوها بنفسهم. ممكن يكون حد عنده شغالة، بس هيكون الأقلية في النرويج مش الأغلبية. ومش بيعاملوها على إن هي شغالة، بيعاملوها معاملة حسنة وبيعاملوها باحترام. والشغالة اللي عندهم دي تقريبا يعني بعد ما بتخلص شغلها بتبقى عايشة في نفس المستوى اللي هم عايشين فيه، يعني بتبقى راكبة عربية، بتبقى عندها بيت، بتبقى بتاكل نفس الأكل اللي هم بياكلوه. يعني مفيش حاجات، عيالها في نفس المدرسة اللي هي عيالهم فيها. يعني الاختلاف مش بيبقى كبير. والناس بتعاملها على ان هي موظفة، يعني حتى لو هي شغالة عندهم في البيت موظفة. بس زي ما انا قلت في اول الفيديو، دي الأقلية جدا جدا، وانا ما شفتهاش بصراحة في النرويج قبل كده. على العكس عندنا في مصر والدول العربية. طبعا انا دايما في كل فيديوهاتي بتكلم او بطلع بحوار من النرويج الى مصر او من مصر للنرويج او اختلاف بين النرويج وبين مصر. علشان يعني انا معرفش كل الدول العربية إيه اللي فيها، وما عشتش في كل الدول العربية، فما اقدرش اتكلم على كل الدول العربية واجمع كل الدول العربية. بس طبعا عارفة ان احنا عندنا حاجات متشابهة. بس النهاردة خصيصا انا هتكلم على كل الدول العربية وعلى مصر، وازاي بيعاملوا الشغالة اللي عندهم في البيت. اول حاجة بيعاملوها اسوأ معاملة. اول حاجة البلاد العربية. نتكلم على البلاد العربية الاول، لان انا شفت مثال بعيني، يعني هحكي لكم عليه بس في اخر الفيديو. اول حاجة بيعاملوها وحش جدا، بيعاملوها بقلة احترام. بيعاملوها على ان هي شغالة. تبقى انت ماشي مثلا في الشارع وتشوف عيلة ماشية وهم ماشيين الشغالة وراهم، او مثلا قاعدين في مطعم بياكلوا والشغالة قاعدة على ترابيزة تانية. مش فاهمة. على فكرة دي بني ادمة زيك وزي كل الناس، مفيش اي اختلاف. هي عندها بس شغلانة مختلفة زي كل حاجة تانية. آه المثال اللي انا هقول لكم عليه ان انا لما كنت في مطار القاهرة، وكان قريب على فكرة، كان في عيلة خليجية. انا طبعا ما اعرفش هم جايين من انهي بلد عربيه، لان ما بعرفش افرق اللهجات. بس هم كانوا من بلد عربيه وكان معاهم شغاله. اول حاجه طريقه تعاملهم مع الشغاله ما عجبتنيش، لانها ما كانتش باحترام. انا حسيت ان هي كانت سخريه. ولما راحت طلبت لهم اكل وجت قعدت على ترابيزه لوحدها، العيله كلها قاعدين على ترابيزه وهي قاعده على ترابيزه تانية. هي دي المعامله اللي احنا عايزينها للبني ادمين؟ على فكرة يا جماعة لازم نفوق ونصحى، لازم نغير من أنفسنا. ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده، حقيقي والله. وأنا كل المواضيع حقيقي اللي بختار ان انا اتكلم فيها هي بتبقى لمسة قلبي شوية او بتبقى وجعاه، يعني لان انا طبعا من الناس اللي نفسي ان الناس كلها تبقى سواسية، او المستويات ما بين الناس تبقى قليلة قوي 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 زي ما انا شايفاها في النرويج. بس طبعا معرفش ده هشوفه في يوم من الايام في بلادنا العربية ولا لا، ولا حتى في مصر. وطبعا اتمنى انهم يعملوا قوانين ويعملوا لستة للناس اللي بيروحوا يطلبوا شغالات ويحسوا ان هم مالكين العالم، ويعاملوهم بسخرية، ويعاملوهم بقلة احترام، ويعاملوهم بقلة آدمية. يعني مفيش نوع من الآدمية وهم بيعاملوهم. يحط لهم لستة كده خاصة بيهم ازاي يتعاملوا مع الشغالات، وازاي ان هم مهمين، يعني ان هي شغلتهم مهمة زي اي حد تاني. لو انت بتبقى محتاج شغالة في البيت معنى كده انها مهمة.
اكيد لو مش مهمة ما كنتش هتبقى عندك شغالة في البيت، صح ولا غلط؟ وطبعا في الفيديو بتاعي ده انا مش بعمم، انا بتكلم على الاغلبية. وطبعا عندنا في البلاد العربية وفي مصر الاغلبية هم اللي بيعملوا كده. كنت اتمنى ان انا اقول الاقلية، بس مش الاقلية، الاغلبية. وطبعا اكيد في ناس كتير هتبقى متفق معايا، وفي ناس كتير هتبقى ضدي. بس بقول للناس اللي هم هيبقوا ضدي رأيك يحترم، بس برضو انا مصرة على ان احنا نغير التعامل مع الشغالات في جميع انحاء دولنا العربية. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.